نبدأ بقى نوزعهم كده على المكرونة زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده معايا معلقتين كبار من الصلصة، ممكن تحطي من 2 ل 3 مفيش مشكلة على حسب برضو الكمية اللي انت عاملاها اهي. والمية تكون عندك مغلية وجاهزة. كمية المية يا دوب بس بتغطي المكرونة، ولو احتجت شوية عايزة يبقى فيها صوص بتزودي شوية المية بعد كده. حابة انها تكون شربت كل المية بتاعتها ما فيهاش صوص كده مية، ما خلاص يبقى من الاول ما تكتريش المية. انت اللي بتتحكمي في المية على حسب ما انت حباها يكون فيها الصوص بتاعها بتكتريها شوية، حابة تكون ناشفة خلاص ما فيش مشكلة بتحطي كوبايتين من المية او بتغطي المكرونة بتاعتك. واول ما تغلي معانا على طول